أعزائي عزيزاتي متتبعي قناة صدى فاست تيفي، صباحكم سعيد وتحية من الأعماق أبعثها لكم مضمخة بأزكى الروائح والعطور. يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة سيدة سطع نجمها في سماء الإحسان وفعل الخير، وناضلت باستماتة من أجل المرأة والدفاع عنها ومحاربة كل أشكال العنف والتحرش الجنسي التي تتعرض لها. إنها السيدة الفاضلة خديجة حجوبي، النائبة البرلمانية ونائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس، عضو اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، رئيسة جمعية قافلة نور للصداقة والتنمية. لم يكن حصولها على مقعدها البرلماني عن طريق الكوتا التي تمنح للأحزاب المغربية، بل إنها اقتحمت الانتخابات البرلمانية التي جرت في شتنبر الماضي عن طريق الانتخابات المباشرة، وفازت بمقعدها النيابي عن جدارة واستحقاق في شتنبر الماضي، نظرا لشعبيتها وتضحياتها من أجل الفقراء والأيتام والطبقات الهشة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، لتصبح من أبرز المناضلات السياسيات في قبة البرلمان والمدافعات عن الصناع التقليديين بفاس والعمال والعاملات الذين تعرضوا للطرد التعسفي وفقدوا لقمة العيش. البرلمانية خديجة حجوبي تألقت وخلدت اسمها لدى المتتبعين للشأن المحلي بالعاصمة العلمية فاس كسيدة مناضلة جسورة لا تخشى في قول الحق لومة لائم، وهي من السيدات الجمعويات القلائق اللواتي لا يدخرن جهدا من وقتهن للوقوف إلى جانب النساء المعنفات بإقليم فاس والحنو والعطف على الأيتام والأطفال والشباب ذوي الحاجة. ماما خديجة كما يلقبها المجتمع المدني رفعت شعار خدمة الصالح العام بحق، تجسد العمل الجمعوي وتساهم في إسعاد عدد هام من الفقراء والمهمشين إلى جانب نشاطها السياسي في مجلس النواب وفي الجهة. ولعل عملها وتضحياتها المتواصلة جمعويا وسياسيا جعل منها المرأة التي فرضت وجودها وأثبتت قدرتها على كسب الرهان والتحدي. السيدة خديجة حجوبي المناضلة الحقوقية والسياسية من النساء المؤمنات بالإبداع النسائي في مختلف المجالات، واللواتي يعتبرن
مشاركة المرأة في الحياة السياسية من أهم عناصر نجاح الديمقراطية، من أهم نجاح الديمقراطية في بلادنا. سيدتي الفاضلة، مرحبا بك في رحاب صدى فاس، والمرجو أن تسلط الضوء على بعض الأسئلة اللي غادي نطرحوها عليك. أول سؤال في مبادرتين هو أن تحدثي المشاهدين ومتتبعي القناة على الأنشطة المختلفة التي تقوم بها جمعيتكم، وشكرا مقدما. شكرا سي بوهلال. بكل صراحة أنا جد مسرورة أنني نكون معك في هذا اللقاء ديال جريدة صدى فاس. تنشكرك باسمي الخاص وباسم جميع أعضاء وعضوات ومنخرطي ومنخرطات جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية. مرحبا بكم السيد الفاضل والصحافي المعروف والصحافي يعني المشهود له بالعمل الصحفي، يعني العمل الصحفي الجيد والصريح، وكذلك يعني توصيل المعلومة وكذلك للرأي العام بكل صدق، وهذا الشيء معروف عليكم السي بوهلال. جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية هي حركة نسائية، واحد المجموعة ديال النساء سطروا واحد البرنامج، واحد الاستراتيجية في 2004، والحمد لله قدروا يوصلوا للأهداف ديالنا. إلا بغيت نقول لك أن وصلنا تقريبا 80% من الأهداف اللي سطرناها آنذاك. اشتغلنا بكل جدية للدفاع عن حقوق المرأة، كذلك اشتغلنا على الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني للمرأة والفتاة في وضعية صعبة. كنشتغلوا على المصاحبة الاجتماعية، المصاحبة القانونية والمصاحبة الصحية. المركز ديالنا اللي نتوما متواجدين فيه هو من أهم المراكز على صعيد مدينة فاس الكبرى، وكذلك هو نموذجي على الصعيد المغربي. والحمد لله أن هذا المركز كيستقبل واحد العدد كبير من النساء. عندنا ما بين 3500 حتى ل 4000 النساء اللي كيتوافدوا على المركز شهريا. كذلك عندنا 380 نساء اللي هما كيتكونوا لمدة 2 داخل المركز. كذلك عندنا 80 ديال الأطفال ديالهم اللي هما متواجدين في هذا المركز. المركز فيه مركز ديال الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني، وكذلك عندنا التكوين مع التعاون الوطني والتدرج المهني. والنساء كياخذوا لو ديبلوم ديالهم، واللي عندنا مهم هو التمكين الاقتصادي ديالهم واللي كنشتغلوا عليه من بعد التخرج ديالهم. جمعية قافلة النور قدمت خدمات جليلة الفئات هشة، والحمد لله الأرقام موجودة والتاريخ تيشهد على جميع الأعمال ديال الجمعية فيها نساء جادات كيشتغلوا بكل جدية. أما بالنسبة لخديجة حجوبي يعقوبي السياسية، يعني نقول لك أن السياسة دخلنا لها قبل من الانتخابات ب5 شهور، وقررنا أننا نترشحوا. قلنا احنا النساء اللي متواجدين ودائما تلقاو راسنا خارج اللعبة السياسية، قلنا ندخلوا ونشوفوا هذا الشيء كي داير. الحمد لله دخلنا الغمار ديال الانتخابات في المحلي، والحمد لله نجحت ما بين 5 نساء في المغرب اللي نجحوا في المباشر، وهذا شرف لينا. وكذلك الحمد لله العمل ديالنا قدرنا ندخلوا الأحياء الهشة، قدرنا نديروا الحملة ديالنا بوجه نظيف. الآن الحمد لله أعطينا ما في جهدنا في الدفاع على القضايا اللي كنآمنوا بها داخل القبة البرنامج.
كذلك تنمثلوا البرنامج المغربي في البرنامج العربي، واللي حتى هو الحمد لله عطينا فيه مجهود كبير، والحمد لله لوجهة المغرب يعني مشرفينه في البرنامج العربي. بالنسبة للجهة تنعملوا تنديروا كل ما في جهدنا باش يعني نوصلوا للاهداف ديالنا، وهذا الشيء كله حنا تابعين الخطوات ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس، واللي سطرها واللي حنا ماشيين فيها ان شاء الله. وبالنسبه للجمعيه فالجمعيه موجوده بمراكزها الاثنين، مركز النادي النسوي المرينيين اللي هو مختص في النساء والفتيات في وضعيه صعبه واللي فيه التمكين الاقتصادي، كذلك مركز المساعده الاجتماعيه واللي عندنا فيه الدعم ديال المهاجرين سكان جنوب الصحراء، واللي الحمد لله كنديروا لهم الخدمات الاستعجاليه، الخدمات الصحيه والمساعده الاجتماعيه، واللي الحمد لله حتى هو نموذجي على صعيد المغرب. شكرا. لاله خديجه، انك تدافعين عن النساء خاصه في وضعيه ديال ما يتعلق بالتحرش الجنسي، وانك تقدمي لهم خدمات. لما كنتو تعطينا بعض النماذج اللي قمتي بها في هذا المجال. بالنسبه احنا كما قلت لك جمعيه نسائيه ندافع عن حقوق المراه، والتاريخ تشهد اننا جمعيه قافله النور قدرت تدافع على المراه يعني من سنوات طويله. كذلك حنا كنا سباقين اننا دافعنا على المراه انها في المحكمه ما تبقاش تدوز مع المجرمين في ليجيول، وكنا من النساء اللي دافعنا على ان النساء خص يكون عندهم خلايا للاستقبال ديالهم داخل المحاكم، الامن والدرك. كذلك الجمعيه ديالنا هي من المؤسسين ديال اللجان الجهويه واللجان المحليه اللي كترأسها السيد الوكيل العام والسيد وكيل الملك، واللي اللجنه الجهويه كدير الاجتماعات ديالها كل 6 أشهر، اللجنه المحليه اللي كترأسها السيد الوكيل الملك اللي كدير الاجتماعات ديالها كل 3 أشهر. وكنا حنا الاوائل اللي اقترحنا ان تكون سلسله حلقات تكمل الاخرى، الامن، الدرك، التعليم، الصحه. كذلك حنا كنا من الجمعيات اللي دافعنا على المجانيه الشهاده الطبيه، لان المراه كانت كتجي معنفه وكتزيد انها خصها تدخل الشهاده الطبيه، وانتم كتعرفوا ان اللي كيتكلموا على العنف هما النساء الضعيفات. ما يمكنش استاذه ولا طبيبه ولا شي وحده غتمشي تشكى بالعنف كيبقى طابو عندهم، ولكن المراه الضعيفه، المراه اللي هي متواجده في حي هش كتعرض للعنف، راها تبلغ عليه وتقدر انها بمساعده الجمعيات اللي كيلعبوا دور القرب داخل المراكز داخل الاحياء الشا هما اللي كيقدروا انهم يساعدوا النساء، لان كيف ما كان الحال المركز غيكون في وسط سونتر فيل، راه ما عندهاش المراه حتى باش تركب في الطوبيس او لا في الطاكسي باش تمشي يعني عند شي حد اللي يدافع على الحقوق ديالها. دونك هاد الجمعيات اللي هما داخل الاحياء الشا كيقدروا يستمعوا للمراه، كيقدروا يديروا لها المصاحبه الصحيه باش تاخذ شهاده طبيه ديالها. كذلك داخل الجمعيه كيمكن لها دار لها المصاحبه الاجتماعيه والمصاحبه القانونيه والصحيه، والحمد لله حنا قدرنا ندافعوا على النساء في جميع اشكال العنف بجميع الاشكال ديالو، العنف الجسدي، العنف اللفظي، العنف الاقتصادي، العنف الجنسي. يعني قدرنا اننا الحمد لله، وكل سنه تنظموا عندنا استراتيجيه ديالنا وعندنا برنامج ديالنا سنوي اللي تندافعوا فيه، تنديروا ندوات علميه واللي تنشاركوا فيها القضاء، الامن، اساتذه جامعيين، المجتمع المدني. وكل عام تنديروا موضوع اللي كنقدروا نهضروا فيه
كذلك الجمعية دارت عدة حملات تحسيسية للنساء باش يبلغوا على العنف، وكذلك حتى قصنا حتى المدارس الثانويات للتعريف بالعنف داخل يعني المجال التربوي والمجال التعليمي. بالنسبة للجمعية ديالنا هي كتشتغل ليلة نهار على الدفاع على حقوق المرأة، على المرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع، وإلا خدمنا على المرأة وكانت المرأة بخير غيكون المجتمع بخير وغيكون المستقبل بخير إن شاء الله. سيدتي لاله خديجة، غادي ننتقلوا من الجانب ديال الدفاع عن المرأة وديال الجمعية ديالكم اللي حقيقة كما الزيارة اللي درنا أنها تعتبر نموذجية ماشي على المستوى المحلي، وهذا بدون مجاملة، يمكن أن أقول على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. بصفتكم سيدتي أنك نائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس، بطبيعة الحال عندكم واحد البرنامج تقوموا به، سنطلب منكم تعطيونا أو تسلطوا الضوء على بعض الأشياء اللي حققتوها خلال هذه السنة وبعض المشاريع المستقبلية باش يعرفوا الناس يعني العمل ديالكم داخل الجهة. بالنسبة بصفة نائبة رئيس جهة مجلس جهة فاس مكناس، أنا الحمد لله مكلفة بالقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإلى جانب السيد الرئيس قدرنا والنواب ديال السيد الرئيس وجميع الأعضاء ديال مجلس جهة فاس مكناس قدرنا ننجحوا هاد السنة يعني في عدة برامج اللي هي مهمة جدا. البرنامج الأول هو تنظيم المعرض الجهوي واللي كان ناجح 100%، ولا سيما من بعد جائحة كورونا، وكان أول معرض كيدار لدعم الصناع التقليديين والتعاونيات من بعد الجائحة. كذلك الأسواق المتنقلة واللي كانت ناجحة 100%، واللي قدرت تكون في يعني في 4 عملات أقاليم: الحاجب مكناس، تونان تازة، واللي عطات واحد الدفعة كبيرة للتعاونيات والتسويق ويعني البيع المنتوجات ديالهم. وكذلك هو لقاء سنوي اللي كيدار اللي فيه عدة أشياء اللي هي مهمة بالنسبة للتعاونيات: التكوين، التسويق، تبادل الخبرات، يعني كيكون مهم جدا. كذلك المركز ديال بنسودة اللي فيه ورش كبير واللي غيكون ان شاء الله هو مركز ديال التسويق او مركز يعني متعدد الاختصاصات اللي غيكون غيعطي واحد الدعم كبير للتعاونيات، واللي موجود في بنسودة، واللي الان راه ان شاء الله في طور الانجاز، واللي غيكون واجد من بعد سنه باذن الله. حتى هو مهم، هو ورش كبير. كذلك 2 برامج اللي خرجناهم للوجود: برنامج مع وزارة السياحة واللي هو برنامج مؤازرة، واللي قدر يدعم عدة تعاونيات نسائية على صعيد جهة فاس مكناس يعني من بعد الجائحة، وهذا مهم جدا والتتبع ديالهم إن شاء الله. وكاين برنامج تمكين مع وزارة التضامن، وتا هو مهم جدا لأن هذا البرنامج قاس عدة تعاونيات على صعيد الجهة. وعندنا برامج مستقبلية اللي غادي تكون مهمة جدا، يعني الاشتغال على المساعدة ديال التعاونيات باش ياخذوا لونصا ديالهم باش يقدروا يسوقوا المنتوج ديالهم. كذلك دعم التعاونيات في المجال التكوين في المجالين: التدبير المالي والإداري ديال التعاونيات، واللي بغينا التعاونيات يطلعوا من واحد الدرجة لواحد الدرجة اللي الجهة غادي تكون مسؤولة فيها في التحول ديال التعاونيات. كذلك عندنا برنامج ديال دراسة اللي غادي تكون غادي تشتغل على النوع
والاشتغال ديال التعاونيات على صعيد جهة فاس مكناس. كذلك في الاشتغال على الصعيد الدولي هناك شراكات مهمة اللي غادي تكون مستقبلية، واللي غادي يكون فيها تبادل الخبرات وتبادل يعني الاشتغال على الإبداع، وهذا عندنا مهم جدا واللي احنا ان شاء الله رحنا فيه. وكذلك يعني المعرض الجهوي بين ان التبادل الدولي كان مهم جدا في المعرض الجهوي. تلاحظوا في مدينة فاس أنك تتساري يعني المعاناة ديال النساء المطرودات، وكذلك المعاناة ديال العمال ديال الصناع التقليديين بالخصوص. ومن طبيعة الحال أنك كبرلمانية درتي واحد المبادرات مهمة في هذا المجال، المرجو باش تسلطي الضوء على هذه المبادرات اللي قمتي بها، سواء بالنساء المطرودات من العمل أو بالنسبة للصناع التقليديين اللي نعتبرهم هما من المحركين الأساسيين ديال السياحة وديال الصناعة التقليدية في مدينة فاس. سيدي الفاضل، بالنسبة احنا ما يمكنش تكون قضية فيها الطرد والتعسف وما ندخلوش فيها، ولا بد أننا ندافعوا على النساء اللي هما كيشتغلوا بالعرق كتافهم واللي كيجيبوا واحد لقمة العيش، وما نسمحوا حتى لحد أنه يتعسف عليهم ويطردهم. هذا شيء طبيعي اللي غندافعوا عليه وغادي نبقاو فيه. كذلك الصناع التقليديين هما المحرك الاساسي ديال السياحه ديال الجهه ديالنا والمدينه ديالنا مدينه فاس، لان لما نقول السياحه كنقولوا الصناعه التقليديه، وانا دائما كنقول يجب دعم الصناع التقليديين. والجائحه راه كانت صعيبه على العالم وكذلك على المغاربه كاملين اللي كانوا كيشتغلوا يعني بالاشتغال اليومي ديالهم. احنا هنا لا في الجهه ولا في يعني في البرنامج غندافعوا وغادي ندافعوا بزاف على الصناع التقليديين وعلى النساء وعلى الصانعات التقليديات وعلى العاملات في المعامل اللي الان كتشوف ان الجل ديالهم تعرضوا للطرد وصبحوا في الشارع، وهذا الشيء لا يعقل. كذلك حنا في الجهه السيد الرئيس والساده النواب تيشتغلوا على مشاريع كبيره ديال الاستثمار اللي غادي تجلب واحد الاستثمار للجهه ديالنا واللي غيشتغلوا فيها اليد العامله الشباب والشابات، وهذا هو الهم ديالنا اللي حنا هزلو اللي حنا غندافعوا عليه وغادي نكونوا منخرطين فيه. وما غيمكن لجهه فاس وكلاس الا غتنجح في البرامج ديالها، لانها بالرئيس ديالها بالاعضاء بالاداره ديالها بالمستشارين ديالها هناك عمل جاد واللي غيعطي النتيجه ديالو غتشوفوه ان شاء الله في جميع المجالات، في الاستثمار في التكوين في الشباب في الرياضه في جميع الاختصاصات الجهه منكبه على واحد الاشتغال كبير ليل نهار باش ان شاء الله البرامج ديالها تخرج للوجود، الى جانب السيد الوالي وهو الواصي على يعني والشريك مع الجهه في جميع البرامج. حتى هو كنشكرهم هذا المنبر لان كاين عمل جاد بكل صراحه، كاين عمل جاد ما بين السيد الوالي وما بين الجهه وما بين المنتخبين والنواب ديال السيد الرئيس كلهم تبارك الله كفاءات كبيره. كنتمنى دير معاهم لقاءات واحد بواحد لان كل واحد عنده واحد الهم هازو وانه الناس اللي كفاءات كيشتغلوا على ملفات ثقيله. تحبين مدينه فاس وعاشقه لهذه المدينه وتعملين بكل الجوارح ديالك باش تكون مدينه فاس في طليعه المدن المغربيه، لحقيقه مع الاسف الشديد اننا تنشوفها في السنوات الاخيره ما واخداش حقها لا في المجال الاقتصادي ولا في المجال الاستثماري. اذا كيف تريدين ان تصبح مدينه فاس؟ اوراش كبيره جدا
غيكون التحول ديال مدينه فاس بهاد الاوراش الكبرى اللي مطلوقه واللي ان شاء الله غادي تكون مهمه. الاستثمار كذلك انا كبرنامجيه كندافع على الطريق السيار فاس طنجه، واللي غيفتح واحد الافاق كبيره على ود الاستثمار في مدينه فاس، لان حتى الناس اللي كيشتغلوا في الاستثمار خصهم الموانئ تكون قريبه منهم، وحنا الطريق السيار كندافعوا عليه وغيكون ان شاء الله. كذلك مدينه فاس انا قلت لك فيها اوراش كبيره دابا ديال الاستثمار، ديال دعم السياحه الجبليه، دعم السياحه الداخليه ديال المدينه، لان كما تعرفوا ان مدينه فاس منين تيكونوا رحلات سياحيه لمدينه فاس كتشوف اننا عندنا لا فيزيت للمدينه، وعندنا مولاي يعقوب اللي هو المحطات الاستشفائيه تبع المدينه فاس. الان كاين واحد المجهود كبير ان غيدار برنامج ديال سون لوميير ديال جنان السبيل، كذلك غادي يكون واحد البرنامج سياحي اللي غيمكن السائح يدوز عندنا اكثر من ليله واحده، وهذا مهم جدا وكنشتغلوا عليه. كذلك قاعه المؤتمرات اللي هي ان شاء الله غتكون قريبه بزاف، كذلك قصر مؤتمرات، كذلك يعني المعرض اللي غيكون دائم. كاين هناك مشاريع كبرى على صعيد الجهه، والجهه تشتغل الان كتدعم الخطوط العربيه باش تكون المدينه فيها واحد الرحلات الجويه اللي كيمكن لها تساعد على يعني البرنامج السياحي اللي كندوي لك عليه. كذلك البرامج الكبيره اللي الان والاوراش الكبيره اللي غادي تنزل غادي تبان من هنا واحد 6 شهور او سنه، واللي غادي تكون بالنفع على فاس. وحنا اي حاجه حنا رهنا الاشاره للعمل باش ندعموا لا مدينه فاس ولا مكناس، لان المدينتين الكبيرتين هما قريبتين ويجب دعمهم، وعندهم مؤهلات سياحيه وفلاحيه كذلك، والصناعه التقليديه دعمها، كذلك دعم السياحه الجبليه في المناطق والاقاليم التابعه للجهه جد مهم. وهذا الشيء راه خدمنا فيه في برنامج التنميه، وبرنامج التنميه البدائر ديالنا ديال الجهه هو مهم جدا، واللي ما قبطناش وسطرناه بالكلام، بالعكس السيد الرئيس والساده النواب راه هبطوا لجميع الاقاليم وخداو جميع التوصيات من رؤساء الجمعيه من الجماعات، كذلك من المجتمع المدني، واللي هاد التوصيات بها الان كيتصوب البدائر. والبدائر هو مهم لانه غيكون لصالح التنميه الجهويه ان شاء الله. لاله خديجه، تنعرفكم انكم كل فصل شتاء تقوموا بواحد العمل انساني كبير خاصه بالنسبه للمشردين، ما فيها باس انكم تعطونا او تسلطوا الضوء على هذه العمليه اللي تقوموا بها. شكرا سي بوهلال. بالنسبه لعمليه الشتاء، العمليه البرد كنشتغلوا فيها كل سنه في خرجات انسانيه اللي كنديروها بشراكه مع التعاون الوطني ومع جمعيات ديال المجتمع المدني اللي كيشتغلوا في هذا المجال. هاد العمليات كنخرجوا بالليل تنديو الماكله سخونه للناس اللي هما SDF، الناس اللي في وضعيه شارع، وكذلك تنشتغلوا في هاد الحملات على حتى الاطفال اللي هما في الشارع واللي تنشتغلوا على الرجوع ديالهم للبيوت ديالهم. هاد العمليه كنخرطوا فيها عده اشخاص والنساء، واللي كتنجح كل سنه، واللي كتكون على مده 3 شهور. فيها خرجات ليليه، فيها كذلك زياره للمراكز اللي كياخذوا الناس اللي موجودين في البرد واللي كيدخلوهم للمراكز. والحمد لله هذه العمليه كتنجح كل سنه وكنخرطوا فيها بكل جديه. كنشكر من هذا المنبر المحسنين
المتعاطفين مع جمعية قافلة النور وكذلك المتطوعين. ولأن بكل صراحة التطوع ما تعرفلوه هي اللي اشتغل فيه واللي اللي نخرط فيه. والتطوع هو عمل نبيل اللي كيقيس عدة فئات واللي كيكون عمل نبيل وعمل تطوعي لوجه الله خالص. وكنتمنى انكم ان شاء الله ديروا معنا شي جوله بالليل ان شاء الله وغادي تشوفوا العمل كيفاش كيكون. شكرا سيدتي النائبه المحترمه من الاعماق على هذه المعلومات اللي اعطيتينا واللي غادي يستافدوا منها ساكنه فاس اللي ما كانوش يعرفوا هذه الاشياء المهمه. وتنتمناو لك التوفيق وفي العمل ديالك والمزيد من العطاء وانت السيدة الجليلة المرأة المحترمة التي أقدرها كثيرا وأحترمها كثيرا وأتمنى لها كذلك التوفيق والصحة حتى تواصل هذا العمل الجمعوي والعمل البرلماني والعمل ديالها في الجهة. إلى هنا أعزائي عزيزاتي متتبعي قناة صدافة تي، أودعكم على أمل اللقاء بكم في فرصة أخرى، ولا تنسوا الانخراط في قناتنا لأن ذلك دعم لإعلامنا الجاد. وشكرا وإلى اللقاء.